عملت هذا الفيديو بناء على رغبة متابعتي سهى. بتمنى انه يعجبك الفيديو. السبق واني نزلت طريقة عمل زبدة الفول السوداني بالخلاط اللي فيه ميزة طحن المكسرات، وهي طلبت اني اعملها بخلاط البيت العادي. طبعا ما في شي صعب ان نعمله بالبيت. شوفوا لي هالقوام ما احلى. قبل ما نبلش بالفيديو، اذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ اسراء كيتشن 1، يا ريت تشتركوا وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. عندي فول سوداني ني، راح احمصهن بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 160 ل 170، ما بدها تكون النار قوي. كل شوي بفتح باب الفرن وبحركهن لحتى ما يحترقوا وياخدوا كلياتهن نفس اللون، ما يطلع عندي شي محمص اكثر من شي. بتركهن ليبردوا شوي، بس بنفس الوقت بخليهم دافين شوي لحتى يكون طحنهن اسهل. هلا الهون الافضل انكم تطحنوهم بمطحنة القهوة او المكسرات، مو دغري بالبريق الخلاط لحتى ما يحترق. بطحنهن بس ما بضل مشغل الخلاط، بشغل وبطفي بشغل وبطفي لحتى ما يحترق. ولما الاقيهن صاروا كتلة وحدة بحركهن بالمعلقة وبرجع بخلط. حاولت اني اخلطهم على قد ما بقدر، يعني انعمهن قد ما بقدر، وبعدين بتكملوا طحن يا اما بمحضرة الطعام او ببريق الخلاط. هلا انا ما عندي بريق خلاط فاستخدمت الستيك بلندر، ولحتى يكون عندي الخلط اسهل حطيت معلقة من الزيت النباتي وبطحن بالستيك بلندر. بشغلها وبوقف بشغلها وبوقف، او بتستخدموا خاصية البلس لحتى ما يحترق معكم الستيك بلندر، وضلوا عم تطحنوا لتحصلوا على النعومة اللي انتو بدكم اياها. بالنسبة إلي هيك صارت تمام. راح أفرغ الزبدة ببرطمان إزاز نظيف وجاف وما في أي نقطة مي. طبعا هاي الزبدة فيكم تحتفظوا فيها بمكان بارد أو بالبراد، بتضل عندكم شهور بشرط إنه ما يجي عليها مي أبدا. وممكن تعملوها بأي نوع مكسرات انتو حابينه. ومثل ما شفتوا قديش سهلة وقوام بيطلع رائع، أحسن ما تشتروها من برا. بتمنى إنكم تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم، بتمنى إنكم تطبقوها وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام أو مجموعتي على الفيسبوك. شكرا للمتابعة، وإذا حابين أعملكم أي وصفة يا ريت تكتبوا لي إياها بالتعليقات أسفل الفيديو. مع السلامة.